أهلا بيكم في محاضرة جديدة من MK Frontend Academy. النهاردة هنكمل مع بعض شغل على ال CSS. هنتكلم على إيه النهاردة؟ هنتكلم على الديسبلاي. اوريدي احنا اتكلمنا عليه قبل كده وعملنا ديسبلاي انلاين وعملنا ديسبلاي بلوك. المرة دي هنغير الموضوع وهنغير مفهومنا خالص وهنتكلم على ديسبلاي فليكس. ايه هو عبارة عن ايه فليكس؟ فليكس عبارة عن ان انت بتنظم الديفات بتاعتك او بتنظم العناصر الاليمنت بتاعتك اللي جوه ال HTML انها تبقى جنب بعض بطريقة متناسقة وبتعمل عليها تنسيقات كمان. من غير كلام كتير تعالى نخش على الكود على طول. بكل بساطة لما نيجي نبدأ نشتغل على مشروع فعلي لازم يبقى عندنا حاجة اسمها الناف بار. ايه الناف بار ده؟ ده عبارة عن الشريط اللي بيظهر في الأول خالص وفيه اللينكات الخاصة بالصفحة بتاعتنا وفيه كمان اللوجو بتاعنا. عشان نبدأ حاجة زي كده تعالى نكتب الكود بتاعنا. نعمل ديف كبيرة وهنكتب كمثال h3 ونكتب مثلا الناف بار. بعد ال h3 هنعمل ul اللي هي unordered list وهنكتب جواها li كمثال مثلا نعمل home برايس. كل ده عادي مفيش li. li كمان ونعمل كونتاكت. كنترول سيف. عايز يظهر لنا بالمنظر ده. تعالى نعمل شويه تنسيقات عليه عشان نبقى فاهمين الوضع ماشي ازاي. عشان نبدا نعمل تنسيقات عليه لازم نبدا نديله كلاس. ادي كلاس ونعمله حتى ناف بار. نعمل هنا دوت ناف بار. اول حاجه نبدا نعملها نعمل اول بس باك جراوند عشان نشوف احنا الشكل بتاعنا عامل ازاي. ده الشكل بتاعنا الاساسي. ممتاز. كل اللي انا عايز اعمله عايز اخلي العناصر دي تبقى بعيده عن بعض. هنبدا نعمل دلوقتي ان احنا نعمل الديسبلاي بتاعنا الديسبلاي ونخليه فليكس. فليكس جابهم جنب بعض بالطريقه دي. طيب انا عايز اخلي جزء على الشمال خالص وجزء على اليمين خالص. بكل بساطه عندنا من بعض العناصر اللي فيها فليكس حاجه اسمها justify item وjustify content. الكونتنت هو العناصر اللي جوه justify content ونخليها center. هيبقى في النص هنا. طيب احنا عايز اخليهم ما بين بعض هنعمل حاجه اسمها space. يعني هنخليهم ما بين كل واحد والعنصر والتاني space between وعندنا space around وعندنا space evenly. ايه الفرق بين التلاتة؟ تعالى نختار كل واحدة عشان نشوف الفرق بين ايه. space around ندوس سيف. خدت بالك هو هنا في مسافة وهنا في مسافة وهنا في مسافة. التلات مسافات دول متقسمين على حسب العناصر الموجودة عندنا. ممتاز جدا. تعالى نختار حاجة تانية space between ونعمل كنترول سيف. حلو جدا. يبقى هو سبيس بتوين جاب المسافة كلها في النص وخلى العناصر تبقى يمين وشمال بس. ممتاز. طيب سبيس ايفنلي معناها بالتساوي. لو عملنا سبيس ايفنلي هيخليهم المسافة دي قد المسافة دي قد المسافة دي. تمام. تعالى نشوف حاجة تانية. عندنا بعد justify في عندنا align item. في عندنا center واند وستارت. نجرب السنتر. خدت بالك العناصر بقت فين؟ بقى في النص. طيب نخليها end. هيبقى مع اخر. هيبقى مع الاخر خالص مع اخر الدفاية. هيبقى موجود العنصر بتاعنا. خليها ستارت. هيبقى فوق خالص. تمام. ماشي. تعالى نشوف حاجة تانية. خليها سنتر. طيب ممتاز جدا. طيب احنا دلوقتي عندنا مشكلة ان عندنا اليو ال اللي ما ينفعش يطلع بالطريقة دي.
مفيش مشكله. هنقوم عاملين داخلين على اليو ال وعاملين ليست ستايل اللي هو عشان يضيع منه البولدز بتاعته، نعمل نون وهنخلي الديسبلاي بتاعه فليكس. حلو جدا. بس شايف لازق جنب بعضه ازاي؟ احنا عايزينه يبعد عن بعضه شويه. طيب بالطريقه الاساسيه لو احنا جربنا نعمل بادنج ليفت عملنا 20 بكسل مثلا مش هيشتغل معانا. ليه؟ لان احنا بنشتغل على اليو ال نفسه. مفيش مشكله، تعالى نعمل كده نمسحه خالص وعلى ال اي نبدا نعمل البادنج. حلو جدا ممتاز وجميل. طيب هل في طريقه اسهل واسرع؟ قال لك بقى في طريقه تانية. هي المسافات دي المفروض تبقى اسمها ايه؟ مسافه يعني جاب، يعني ما بينه وما بينه بيزيح اخوه كده شويه ويبقى في مسافه ما بينهم، بيبقى اسمها جاب. والجاب دي لو انت اديتها 20 بكسل بنفس العناصر بنفس كل حاجه، مفيش اي حاجه اختلفت في الموضوع، يبقى بدل البادنج بس عنده مشكله ان هو لما بيعمل بادنج ليفت فانت اول عنصر بيبقى عنده اصلا مسافه هنا شمال فيها بادنج او فيها سبيس. ساعات بتاثر جدا على التصميم لانها بترحل كل الايه الليستس كلها او اليو ال كله على الشمال، فبتلاقي عندك فجوه في الحته دي. لكن احنا طبعا مش ظاهره عندنا. لو احنا جربناها بدل سبيس ايفن خليناها سبيس بتوين. تمام، شايف كده المسافه بقت عامله ازاي؟ فبقى نرجع بدل ما ندي الجاب موجودين اهم. لو انت بقى عملت ال اي عملته بادنج رايت 20 بكسل، شايف المسافه عامله ازاي؟ هي نفس الفكره بس انا اديته بادنج رايت مش بادنج ليفت. تمام، تعالى نديله بادنج ليفت نفس الطريقه مفيش اي مشكله فيها وكل حاجه تمام. لكن طبعا هي ايه، متزحق قوي كده بحيث انت ايه اخر الماوس خالص، فلا طبعا ده مبيبقاش شكله لذيذ في التصميم بتاعنا. طيب من ضمن الحاجات اللي ممكن نشتغل عليها في الفليكس حاجه اسمها فليكس دايركشن، اتجاه الفليكس. هو الاساسي بتاعه بيبقى فليكس رو، يعني هو كلهم اصلا الموضوع بتاع الفليكس ان احنا نخلي كل العناصر على صف واحد. طب انا دلوقتي نفترض ان انا بعد ما عملت التصميم بتاعي عايز دلوقتي اعمل له حاجه اسمها ريسبونسيف اللي اتكلمنا عليها قبل كده، وانها تبقى متجاوبه مع التليفون. حجم التليفون غير طبعا حجم شاشه اللابتوب، فانا عايز اخلي التصميم بتاعي يبقى تحت بعض. بكل بساطه هخليها فليكس دايركشن ونخليها كولوم، رجعت تاني صفوف زي كده، بس انا لو عملت كده تبقى تحت بعض بالشكل ده. تمام. ايه تاني عندنا؟ حاجه تانية نقدر نشتغل عليها حاجه اسمها فليكس راب. يعني ايه راب؟ يعني ان انت تبقى عندك اكتر من عنصر ومش مكفي الصفحه كلها فبالتالي ينزل سطر كمان. طيب خلينا نعمل حاجه عمليه ونشوف الموضوع ده هيشتغل معانا ازاي. لو عملنا ديف والديف دي ده الكونتينر بتاعنا او الاساس بتاعنا خليه كونتينر، وعملنا ديف تانية خلينا فيها الايمج وبانر. خلينا بس الاول عشان ده هيبقى كبير جدا، ويدث 200 والهايت 200، وعملنا تحتيه كلام h3 الو، وعملنا تحتيه باراجراف وعملناه لوريم 10. حلو جدا، تعالى نشوف المنظر ده. هو ده عامل كده. خلي بقى الديف دي تتكرر اكتر من مره معانا بالشكل ده. شايف بقى هتعمل ازاي؟ طيب خلينا بقى نعمل الكونتينر ده، ادي دوت كونتينر، ونعمله ديسبلاي فليكس. هذا هيطلع ايه معانا؟ جميل جدا. شايف بقى ان العناصر بقت كتير جدا في الصفحه او كتير جدا في التصميم وكلها تساوي ببعض. طيب احنا مش عايز اعمل كده، خلينا الاول نديله جاب عشان نشوف العناصر بقت عامله ازاي. نخليه 20 بكسل، ممتاز جدا. طيب لو انا بقى دلوقتي عملت الفليكس راب فليكس راب وعملته نو راب يعني ما يعملش رابنج، هيبقى بالشكل ده. لو انا عملته بقى راب، شفت بقى اللي حصل؟ يبقى لو عملناها راب هتظهر معانا بالشكل ده. خدت بالك ان هي بقت جنب بعض. طبعا التصميمات هتبقى كويسه جدا لو انت بالنسبه لك عايز تعمل كارد او عايز تعمل كارت في السلعه اللي انت هتبيعها واسمها والديسكربشن بتاعها، وتحتيها ممكن نكتب كمان في السعر والريتنج بتاعه.
وده هيبقى الشكل بتاعنا الاساسي. خلي بالك ان الفليكس هو معتمد على اساسا على كل الشغل بتاع ال HTML، لان خلاص الديسبلاي فليكس بقى هو العنصر بتاعنا الاساسي. من ضمن برضو الديسبلاي جريد، بس خليها المحاضره الجايه علشان نقدر نبقى نستوعب كل حاجه لوحدها منفصله. استناكم في حلقه جديده. ما تنساش تعمل اشتراك ومتابعه للصفحه بتاعتنا عشان يوصلك كل جديد. معاك محمد صالح من MK Front End Academy برعاية MK for Web Solutions.